السلام عليكم. ازيكم؟ بيقولوا في الغرب ان الانتقام طبق يفضل ان يقدم باردا، بمعنى ان لازم الهدوء والتفكير قبل اي خطوه هتتخذ وتتعمل، وان الحمقى بس هم اللي بيسقروا لنفسهم في ثوره غضب. وزي ما بيقولوا في مثلنا الشعبي ان اخذ الحق حرف. وقصتنا النهارده هي تطبيق حرفي للمقولتين دول، وهي عن واحده من اذكى واشرس خطط الانتقام في التاريخ، عن المراه اللي قتلوا لها جوزها فقررت تبيد شعب بالكامل. هنتكلم النهارده عن انتقام أولجا. استخدمنا النهارده في كييف، وتحديدا سنه 945 ميلاديه، لما تم اغتيال الامير ايغور روريك على ايد قبيله الدرفيليان. ودي كانت قبيله عايشه في شرق اوروبا، وكانت في حرب ما بينهم لسنين كتير. المهم انهم في معركه من المعارك اثروه وراحوا رابطين اطرافه في شجرتين بعد ما خلوهم منحنيين، ومره واحده راحوا مفلتين الشجر وراحوا شاقينه النصين. المهم بعد ما مات اتنقل الحكم لابنه، وبما ان ابنه كان لسه صغير عنده 3 سنين وقتها، فاللي مسك الحكم كانت مراته الملكه أولجا كوصيه على ابنها. أولجا كانت نار الانتقام في قلبها وعايزه تنتقم لجوزها باي طريقه، لحد ما طمع الدرفيليان هو اللي مهد لها الطريق لكده. هم شافوها فرصه عشان خاطر يسيطروا على الحكم خالص، فبعتوا وفد مكون من 20 راجل من افضل رجالهم عشان يقنعوا أولجا ان هي تتجوز من زعيمهم، واللي كان ساعتها اسمه مال. يا بجحتكم، يعني انتوا قاتلين جوزها وعايزين تجوزوها زعيمكم؟ ده ايه ده؟ المهم أولجا قالت لهم انا موافقه، واتفضلوا انتوا ضيوفي، هتقعدوا عندي كام يوم لحد ما نمهد للشعب الخبر وكده. الوفد فرح وبعت واحد للامير بتاعهم عشان يقول لهم ان هي وافقت وكده. وبعد ما مشي واطمنت ان الخبر وصل للامير، امرت جنودها ان هم يحفروا خندق ويدفنوا الوفد كامل احياء. وراحت بعت رسول من عندها برساله للامير بتاعه، وقالت له انها سعيده جدا ان هي هتتجوزه، ويا ريت لو يبعت كتيبه من افضل الرجال عندهم والمحاربين عشان يمشوا في السوق عندها وعشان يمهدوا للشعب الخبر بتاع جواز. الامير بتاعهم زي اللهبل طار من الفرحه وراح باعت فعلا الجنود، واللي اول ما وصلوا أولجا رحبت بيهم وقالت لهم انهم يرتاحوا من عناء السفر، وقالت لجنودها انهم يكرموهم ويخلوهم يستحموا. الدرفيليان اول ما دخلوا الحمامات عشان يستحموا قفلت عليهم الابواب وولعت في الحمامات كلها. ايه ده يا شيخه؟ لا اله الا الله. تفتكروا أولجا تسكت؟ لا طبعا، راحت بعتة لاميرهم تاني وقالت له ان الامور كلها على ما يرام. ده بالنسبه لها هي طبعا الجحد، وقالت له انها هتجيله زياره بس لازم يعمل حفله كبيره على شرفها، بس الاول لازم يوديها عند قبر اللي دفنوا فيه جوزها السابق، وان هي لازم تعمل له جنازه لان دي طقوس ما ينفعش تتخطاها. المهم ان الامير وافق برضه. يا جدعان الراجل ده عبيط يا جدعان. المهم راحت هي وجنودها لقبر جوزها وكرموه، وبعدها عملوا حفله كبيره عشانها وفضلوا يرقصوا ويسكروا لحد ما بقوا مش شايفين. وبالليل امرت جنودها انهم يلفوا عليهم واحد واحد ويدبحوا فيهم، لدرجه انهم في الليله دي بس قضوا على اكتر من 5000 فرد. وطبعا ذبحت اميرهم هو كمان. كان عبيط. والله عبيط. ورجعت بلادها وجهزت جيشها بسرعه ورجعت بيه عشان تحاصر المدينه، واستمر الحصار لمده سنه والمدينه كانت صامده. ففكرت أولجا تخدعهم، فلبست ابيض وحطت تاج وطلع لها جناحات الملائكه وبعتت لهم رساله، وقالت لهم انتوا ليه مصرين على عدم الاستسلام وانكم تدفعوا لي الجزيه، وان بدل ما تزرعوا اراضيكم وتعيشوا بسلام بتفضلوا انكم تموتوا من الجوع والحرب. الديفريان ردوا عليها وقالوا لها ان هم هيدفعوا لها الجزيه وان هم مش عايزين اصلا حرب، ده هم خايفين منها ان هي ما توافقش بالهدنه، وانهم فاكرين ان هي عايزه تنتقم منها. هي قالت لهم صح بس هنك. لا هي قالت لهم خلاص تمام انا هعفو عنكم، بس بشرط ان كل بيت منكم يديني حمامتين وعصفورتين، وهنعتبر ان الحاجات دي كهديه يعني عشان الهدنه. وهم طبعا ما صدقوا وادوها اللي هي عايزاه فعلا، وهي فكت الحصار. وبالليل امرت جنودها ان هم يربطوا في الحمام بتاعهم قماش وعليه ماده قابله للاشتعال، وانهم يولعوا فيه ويسيبوا الحمام يرجع لبيوته تاني. وفعلا هو ده اللي حصل، وولعوا فيه والحمام رجع لبيته تاني وولع في المدينه كلها. وبعدها ادت امر لجنودها انهم يحاصروا المدينه، وان اي حد هيهرب من النار يذبحوه فورا. لا لا يا جدعان الست دي شيطان مش طبيعيه. المهم انها خلصت على المدينه كامله ما عدا جزء صغير جدا جدا اخدتهم كعبين عشان يحكوا عن رهبتها وعن اللي هي عملته فيهم وفي قومهم. وبكده تكون خلصت قصتنا النهارده. وطبعا كالعاده ما تنساش تقول لنا رايك، ولا اقول لك اوعى تقول احسن تيجي تنتقم منك انت كمان. ولو حبيت تبص على المصادر هتلاقيني سايبها لك تحت في الديسكريبشن. ولو انت على اليوتيوب اخبط لايك وسبسكرايب، وكمان فعل زر الجرس عشان يوصلك كل حكايتنا الجديده. ولو انت على التيك توك ما تنساش اللايك والفولو، وطبعا ما تنساش حركه الاكسبلور. سلام.